داخل على اخويا قلت له انت بتبلغ عني. فجبت له قرطه 3 غرز. انا ايه اللي انا حكيته ده؟ هاي فايف برنامج عادي جدا زيه زي اي برنامج. ايه اكتر حاجه مستحيل تصرف عليها فلوسك؟ لا انا تافه، بصرف فلوسي في اي حاجه عجباني بجيبها. في مطار اسطنبول كنا رايحين نصور باب الخلق وشفت لعبه اطفال، ما كنتش لسه خلفت ده ولا اتجوزت وعجبتني جدا واشتريتها. عقبال ما رحت ورجعت كنت زهقت منها، فاول ما قابلت اخويا قلت له بص انا جايب دي لابنك بقى يعني. انا ايه اللي انا حكيته ده؟ طب انت ايه اكتر حاجه تافهه انت جبتها؟ التيشيرت. انا لسه مش عايزه يعني، عملت كفاية كده ورحت كده. مرجعاها. مين قال اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب؟ انا بس انا بقولها بشكل تاني، اديني وانا اضيع. انت بتحوش يا خالد؟ عمري في حياتي ما جربت التجربه دي. هو الموضوع ده رجاله تفتكروا؟ انا ماليش فيه، معرفش. ماليش فيه. انا عموما انبسط وامتع نفسي وامتع اللي حواليا، على الاقل لما اموت يفتكروا لي حاجه حلوه. لكن بقى لما اموت وكنت مزنقها عليهم الله يكحمه. طب ليه؟ في حد في حياتك بيسالك ده بكام؟ تقبض كام؟ لا محدش يقدر يسالني بتقبض كام دي اصلا. متهيألي بقيه الجمله غير مراتي. برافو عليك، بس حبيت اخد الجست. بعدين افتكرت لا ايه ده، دي هتزعق حكيم مراتي. بلاش بتقبض كام؟ جبت ده بكام؟ لو انا خايف على احراجه بقول له مش فاكر، لو ما يهمنيش اقول له انت مالك. بصراحه ببقى ليه ذوق اكتر منه. ما تفتكرش ايه اللي نورها في دماغك كده؟ ايه ده، انا عايز اعمل كده، عايز امثل. يعني انا من وانا طفل كنت بحفظ كل الافلام واقوم امثلها. كنت بعمل كوارث. فيلم المشبوه بتاع عادل امام كان عندي 6 سنين واخويا كان اكبر مني ب3 سنين، وشفت الشوط اللي هو بتاع انت بتبلغ عني دي له واحده كده. دخلت سحبت النص داخل على اخويا قلت له انت بتبلغ عني. فجبت له قرطه، انا كنت قصدي عينه، جبت له قرطه 3 غرز. الحمد لله هي 3 بس. ويومها اكلت علقه بالمنفضه البيج دي بتاعت زمان. أيوة. اكلت علقه، جيراننا جريوا باخويا على المستشفى وامي كانت بتضرب فيا.